السلام عليكم ومرحبا بكم في ليديز دي وليد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عندي بزاف ما بنش في اليوتيوب، سمحوا لي على بالي طولت عليكم. مي راح نولي ان شاء الله نحط لكم لي فيديو كما كنت من قبل. اليوم حبيت ندير لكم بما انه المولود راهو قريب ما بقالوش، حبيت نحط لكم وصفه تاع رشته. عبالي كامل ديروا رشته، مي اليوم راح نديرها شويه سبيسيال. راح ندير رشته بالقمح الكامل، يعني شريت رشته بالقمح الكامل، نخدمها بالقمح الكامل ماشي بالفارينه ولا بالسميد. وجربتها وجات بزاف هايله وقلت لازم نشاركها معكم. راح نبداو نديروا الحاجه الاولى، نديروا المرقه، يعني لاصوص تاعنا هي الاولى. انا حكمت الكوكوطه ولا طنجره، بيان سور تحبوا ديروا في كوكوطه ولا تحبوا ديروا في طنجره كيما حبيتوا. انا حبيت ندير كوكوطه باسكو يعني رابيد، يعني نغلقها تم 10 دقائق ويطيب لي كلش. هنا في الكوكوطه تاعي درت شويه تاع الزيت مع شويه تاع السمن. كما نعرفوا يعني لي بلا تراديسيونال كامل لازم لهم في لاصوص شويه تاع السمن، يمد لهم بنه ويمد لهم هذيك كيما نقولوا القشره هذيك تاع ليدام من الفوق اللي تجي يعني تشهي. وانا كي نشوف مالقري يعني ماشي مليحه، مي كي نشوف اون صوص تكون ميدمه من الفوق تشهيني ما على باليش علاش. المهم انا حطيت لي مورسو تاع الدجاج. استعملت دو كويس تروا كويس يعني تاع الدجاج. ها ملي كان حطيتهم نقليهم شويه، نقليهم واحد هكذاك 3 دقائق 4 دقائق ماشي بزاف. ومن بعد راح نجي نزيد لهم البصل. انا البصل نكترو شويه، انا استعملت هنا زوج حبات تاع بصل كانوا متوسطين. اذا كانت عندكم حبات تاع بصل تكون كبيره ديروها. سواء تسكرفجوها ولا ترحوها في لاشوار. انا كنت ترحيتها. وهنا كاين بزاف اللي يروحوا يقول لك نسكرفجو حبه تاع اللفت، ولا تقدروا ديروها. انا ما درتهاش من قبل، ما سيتهاش، نحب نديرها هكذا شغل كيما بكري يعني بالبصل اللي يتقلى مع الاول. مي اذا حبيتو ديروا اللفت تقدروا ديروها، بالك تجي بنينه كيما ما يقولوا كامل. ومن بعد كي تقلى لي هذاك البصل نشوفو دبال وتبدل اللون تاعو، نجي نزيد له لي زيبيس. على بالكم المرقه البيضاء ما نديرولهاش لي زيبيس بزاف، ابار الملح شويه فلفل الكحل والقرفه. دونك ما نكتروش لي زيبيس، ابار هذا ما تزيدوا والو. القرفه استعمل تاع العود، تقدروا تستعملوا القرفه اون بودر، واذا ما كانش عندكم العود بيان سور استعملوا اون بودر. وانا يعني نحب نزيد ان كوب تاع مرق دجاج. هذا يعني اختياري ماشي لازم، بس بزاف ناس ما يحبوش وبزاف ناس يقول لك ماشي مليح. انا مره على مره نزيدو في الماكله، سورتو في المراقي في لي صوص، يعني يزيد لي البنه. كيما قلت لكم اختياري. نزيد نقلي شويه الدجاج تاعي مع البصل ولي زيبيس اللي درتهم، ومن بعد نجي نمرقهم حتى وين يتغطى لنا الدجاج تاعنا. وما تنساوش باللي راح نزيدو الخضره. دونك الخضره انا واش درت لها قبل ما نزيد الخضره؟ راح نزيد الحميصه تاعي هنايا من قبل انا نطيبها نص طياب، ما نزيدها مر ما نمرق وقبل ما نغلق يعني الكوكوطه تاعي. الخضره تاعي هنايا واش كنت درت لها من قبل؟ درت لها الملح والفلفل الكحل، تبلتها باش ما تجيناش صامته. كي ديروا هكذا راح تجيكم بنينه الخضره تاعكم. خلوها بهذاك الملح والفلفل الكحل تاعها، كي تقشروها وتقطعوها ديروا لها هذوك الملح والفلفل الكحل وخلوها شويه حتى وين تجو تحطوها في المرقه. كيما قلت لكم راح تجيكم هايله. انا استعملت اللفت والقرعه. بون على بالكم انا درت، كاين بزاف اللي يتبعوني، درت شحال من وصفه تاع رشتها من قبل. رشتها تخدم باليد كنت درتها، درتها غير باللفت. مي رشتها لافري رشتها الجرواز تندار باللفت. انا حبيت ندير لها القرعه باسكو في الدار هنا يحبوا القرعه وما يحبوهاش غير باللفت وحدها، ومن داك نزيد لها البطاطا باسكو ما يحبوش اللفت وحدها. تسمى ماذا بيا برك ما يجوش يقولوا لي، كاين بزاف اللي يجوا يقولوا لي على بالي هذه ماشي رشتها الجرواز وراك بدلت الاخر. اللي يحب يدير اللفت يقدر يدير اللفت، اللي يحب يزيد خضره واحده اخرى يزيد خضره واحده اخرى. غلقت الكوكوطه تاعي رجليتها ساعه دي مينوت مور ما تتصفر ومن بعد نطفيها. هنا جبت رشتها تاعي كيما راكم تشوفوا، رشتها هديه تاع القمح الكامل واسمها بات تاع عايده. راهي تخدم الرشته بالدقيق يعني 100% دقيق ولا سميد. وتخدم رشته تانيك بالقمح الكامل كيما راكم تشوفوا فيها هديه. وتخدم رشته بالفارينه والسميد تانيك. وعندها تخدم الورق تاع الشخشوخه، وتخدم تانيك لي بات سون غلوتين للناس اللي عندهم لا مالادي سيلياك ولا. تما راح نحط لكم النيميرو تاعها تحت، اذا حبيتوا تكونتاكتيوها باش تكومونديو رشته ولا كيما قلت لكم ورق تاع شخشوخه ولا لي بوت واحد اخرين. هنا نحل الرشته تاعي، انا ما استعملش الكميه كامله تاع الباكي هذاك. نحلها هكذا مع الاول بيدي ومن بعد نرشها بشويه تاع الزيت. تحبوا تانيك باش تكون صحيه 100% ديروا زيت زيتون، وما يعني مع الاول في لاصوص تقدروا ديروا تانيك زيت زيتون اذا حبيتوا يعني البلا تاعكم يكون صحي 100% كما نقولوا.
هكذا ندخل هذيك الكميه تاع الزيت مع رشته هذه. وهنايا اذا حبيتوا نتوما تستعملوا تاع السميد بيان سور، كيف كيف يعني لي ميم زيطاب اللي راح نديرهم دوكا راح ديروهم في رشته تاع السميد تاني. نجيب الكسكاس تاعي، نحط الكميه هذيك تاع رشته داخل الكسكاس، ونروح نحطها فوق القدره ونخليها تفور واحد دي مينوت هكذا. كي نشوفها يعني بدات تفور نحوها، نخلوها شويه برك ونحوها هكذا. من بعد نجي نعاود نحيها في الصحفه ولا في الجفنه كما يقولوا، ونحلها شويه مع الاول هكذايا بمغرفه ولا قسمت. نحينا هذيك السخانه الكبيره ومن بعد نرشها بالملح، ندير لها الملح ما نكثروش بزاف بيان سور باسكو المرقه تاعنا راح تكون مالحه، ونجي نشربها. هنايا كي تشربوها هنايا ليطاب ديالي شويه تتبدل على تاع السميد. تاع السميد نعرفوها بلي تشرب مليح، هذه لازم تروحوا بالعقل معاها، يعني تشربوها بالعقل، ما تروحوش ديريكتومون ديروا كونتيتي كبيره تاع الماء وتخلوها، لا لا، شربوها غير بالعقل حتى وين تحسوها يعني راهي في، يعني راك تحسوها باللي رشته تاعكم ما راهي مشمخه وماشي بزاف. يعني ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. قلت لكم بلي هاديه ما تشربش كيما تاع الدقيق، باسكو كابابل كان نديو لها بزاف تاع الماء ما راح تشرب لكم. روحوا غير بالعقل. هذه هي. وندخل هذيك هكذا نحلها بيدي ونخليها تشرب، ومن بعد نعاود نجيب هذاك الكسكاس نعمرو برشته ونزيد نفورها التفويره الثانيه. هنا رشته نفورها غير 2 خطرات كما يعني تاع سميت. كاين اللي يفورها 3 خطرات، مي انا ما نحبهاش تولي بزاف معجنه، نفورها غير 2 خطرات. نعاود نديها نستناها حتى وين تفور كما قلت لكم هكذاك 10 دقائق. ما يعني كي تشوفوها فارت تزيد احسبوا لها شويه واحد 5 مينوت هكذاك ونحوها. نجي هنا نحيها في الصحفه ونحلها تاني كما درنا من قبل. نحلها ومن بعد واش راح ندير، راح كي تكون هي مازالت سخونه راح نجيب السمن، ندير السمن ولا تحبوا ديروا زبده ولا واش حبيتوا، يعني الدهان اللي حبيتوا ديروه. ندير هكذا مغرفه صغيره ما كثروش بزاف. واش راح ندير انا، نحب توجور يعني نحي شويه من لاصوص تاعي، واحد غراف هكذاك من لاصوص تاعي نصفيها وندير لها شويه تاع مزهر وشويه تاع القرفه اون بودر يعني مرحيه، ونشرب بها رشته تاعي مع الاخر. راح تجيب بزاف بنينه رشته تاعكم، تجي من السما كما نقولوا بالقرفه والمزهر ومن بالمرقه تاعها يعني اللي طابت فيها. وندخل هكذا غير بالعقل، يعني مازالت سخونه راح نشربها غير بالعقل بهذاك الخليط تاع المرقه والقرفه والمزهر، ونحلها هكذايا. ولاصوص تاعي كما قلت لكم ما غلقت عليها، درت لها ساعه 10 مينوت، يعني كي تبدا تصفر لي الكوكوطه راح يعني تحسب ساعه 10 دقائق ومن بعد نطفي عليها هكذاك باش ما طيب لنا بزاف الخضره، ما يتحرحر لنا الدجاج، يعني كلش يطيب اسوا. واش درت انا الدجاج تاعي ما نحيته حمرته في شويه في الفور مع شويه زيت، وقدمته مع المرقه والحميصه والخضره هذيك فوق رشته، واسترشيت شويه قرفه من الفوق. تجي بزاف بنينه رشته هذه، تجي هايله. جربوها على بالي راح تعجبكم. ودوك الحقنا لنهايه الفيديو، بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم، استناوني في فيديو جديد مع وصفه جديده وتبقاو على خير.